وهو الشتا ايه غير شوية سحلب؟ يعني اي حاجة سخنة، بس طبعا الحاجة السخنة في الشتا يعني سحلب. بص ده سحلب عادي، ده سحلب بالقرفة. انا بعشق السحلب بالقرفة. السحلب بالقرفة ده بتاعي انا بحب اي حاجة عليها قرفة يا جماعة، حتى في الاكل والله يا جماعة، حتى في الاكل بحب احط القرفة. يعني حاجة كده بجد خطيرة. يعني اللي مجربش السحلب بالقرفة فايته كتير كتير كتير. وده سحلب عادي يعني، فاهمين؟ لا انا يا جماعه اصلا يعني اي حاجه عليها قرفه بتبقى فظيعه كده، بتديها حاجه كده اللي هو مسكره كده، حاجه كده خطيره كده. حتى في الاكل جربوها، جربوا القرفه. ما علينا يعني. فالمهم بقى ايه، مهم يعني ان احنا قلت بقى ايه، الجو ساقعه وداخلين في طوبه اللي تخلي الصويه كركوبه. فايه نعمل شويه سحلب كده ايه على الرايق كده عشان محدش يتضايق. يعني حاجة كده تدفينا كده، تدفي ايدينا، تدفي زورنا، تدفي بطننا. اي حاجة بتخش البطن يا جماعة وخلاص. وطبعا ربنا يعني يدفي كل الناس اللي في الشوارع، اللي من غير بيت ولا اي حاجة. الحمد لله على نعمة السكن ونعمة البيت وكل حاجة. ف فيعني ايه، الحمد لله على السحلب بجد. الحمد لله على البيت، الحمد لله على ان احنا لاقيين لقمه ناكلها. اقسم بالله يحمدوا ربنا واشكروه. يعني يعني ان شكرتم لازيدنكم، لئن شكرتم لازيدنكم. فاحنا طبعا لما بنشكر ربنا على حاجه ربنا بيزيدنا. فايه بقى، نشكر ايه. ربنا على اي حاجه. شويه سحله اشكروا ربنا. ايوه، في الشتا بقى لازم في الشتا سحلب بالقرفة. وانت بتشربي قوي، انت لا بتشربوش؟ انا مش بشربه. بس بصوا بقى يا جماعة، ده مش عارفة، ده لاخويا وده لبابايا وده لماما. عرفتش ازاي ان هو ده المنطق؟ عشان انت بتحبي تحطي القرفة وبتحبي القرفة. شفت كل. فالمهم يعني اشكروا ربنا على اي حاجه انتوا فيها. لو لقيتوا لو لقمه كلتوها برغيف حاف كده، احمدوا ربنا واشكروه والله العظيم. هتشكروا ربنا على حاجه حلوه ربنا هيزيدكم. ربنا قال كده لئن شكرتم لا ازيدنكم. فلما تلاقوا حاجه حلوه في ايديكم يا ريت تشكروا ربنا، تحمدوا ربنا وتشكروه. اهم حاجه تشكروه وتحمدوه، الاتنين مع بعض، مش تحمدوا بس، لا تحمدوه وتشكروه. وفي نهايه الفيديو سادتي انساتي اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي بالليل وهنخش ننام، وهنشرب استحلب ونخش ننام. يلا تصبحوا على خير، والى غدا القاكم في فيديو جديد. في فيديو جديد. واقول لكم باي باي، تصبحوا على خير، جود باي. لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، والكلام اللي ملوش لازمه ده اللي انا ما بحبوش اصلا. وبس كده، باي باي. كان معكم هدير ومن عالم هدير. حاسه ان انا قلبت نشره جويه. وهو الشتا ايه غير شوية سحلب؟ يعني اي حاجة سخنة، بس طبعا الحاجة السخنة في الشتا يعني سحلب. بص ده سحلب عادي، ده سحلب بالقرفة. انا بعشق السحلب بالقرفة. السحلب بالقرفة ده بتاعي انا بحب اي حاجة عليها قرفة يا جماعة، حتى في الاكل والله يا جماعة، حتى في الاكل بحب احط القرفة. يعني حاجة كده بجد خطيرة. يعني اللي مجربش السحلب بالقرفة فايته كتير كتير كتير. وده سحلب عادي يعني، فاهمين؟ لا انا يا جماعه اصلا يعني اي حاجه عليها قرفه بتبقى فظيعه كده، بتديها حاجه كده اللي هو مسكره كده، حاجه كده خطيره كده. حتى في الاكل جربوها، جربوا القرفه. ما علينا يعني. فالمهم بقى ايه، مهم يعني ان احنا قلت بقى ايه، الجو ساقعه وداخلين في طوبه اللي تخلي الصويه كركوبه. فايه نعمل شويه سحلب كده ايه على الرايق كده عشان محدش يتضايق. يعني حاجة كده تدفينا كده، تدفي ايدينا، تدفي زورنا، تدفي بطننا. اي حاجة بتخش البطن يا جماعة وخلاص. وطبعا ربنا يعني يدفي كل الناس اللي في الشوارع، اللي من غير بيت ولا اي حاجة. الحمد لله على نعمة السكن ونعمة البيت وكل حاجة. ف فيعني ايه، الحمد لله على السحلب بجد. الحمد لله على البيت، الحمد لله على ان احنا لاقيين لقمه ناكلها. اقسم بالله يحمدوا ربنا واشكروه. يعني يعني ان شكرتم لازيدنكم، لئن شكرتم لازيدنكم. فاحنا طبعا لما بنشكر ربنا على حاجه ربنا بيزيدنا. فايه بقى، نشكر ايه. ربنا على اي حاجه. شويه سحله اشكروا ربنا. ايوه، في الشتا بقى لازم في الشتا سحلب بالقرفة. وانت بتشربي قوي، انت لا بتشربوش؟ انا مش بشربه. بس بصوا بقى يا جماعة، ده مش عارفة، ده لاخويا وده لبابايا وده لماما. عرفتش ازاي ان هو ده المنطق؟ عشان انت بتحبي تحطي القرفة وبتحبي القرفة. شفت كل.